السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده انا هجمع معاكم تجميعه ب 10000 جنيه، يعني حوالي 200 دولار، والتجميعه دي من اكتر التجميعات اللي طلبت مني في الفتره اللي فاتت. وهل فعلا هتقدم اداء محترم؟ وهل لها قابليه تطوير كويسه؟ ولا تقدر بنفس السعر تجيب حاجه افضل؟ وكل ده هنجاوب عليه بالتفصيل في الفيديو ده. خلي بالك لانه هيغير قرارك بنسبه كبيره جدا. ونبدا بالمعالج وهو الاي 5 6500. المعالج ده من الجيل السادس وبيجي باربع انواع واربع مسارات، وبيجي بتردد 3.2 جيجا هرتز وعلى التربو 3.6 جيجا هرتز. هو مش من الاجيال الحديثه بس لسه بيأدي اداء كويس جدا في الالعاب الخفيفه والمتوسطه، وكمان في برامج التصميم الخفيفه زي الفوتوشوب والسكتشب. ولو هتقارنه بحاجه حديثه فهو قريب شويه من الرايزن 3 3100 من ناحيه الاداء، بس بيخسر قدام المعالجات اللي فيها 6 انواع او اكتر. بسعره اللي هتجيبه دلوقتي من السوق مستعمل هتلاقيه عامل من 1300 ل 1500 جنيه. والبورده اللي في تجميعتنا النهارده وهي من ايسوس وهي الاتش 110، والبورده دي من الفئه الاقتصاديه وبتدعم رامات الدي دي ار 4 بس فيها بس سلوتين للرامات، وبتدعم الاس اس دي ام دوت 2، ودي حاجه مهمه جدا لو ناوي تطور في المستقبل. والبورده دي ما فيهاش مميزات حديثه زي اليو اس بي سي او واي فاي، بس في نفس الوقت ادائها ثابت وبسيط وكفايه كمان لتجميعه اقتصاديه. وسعرها لوحدها في سوق المستعمل هتلاقيها من 900 ل 1000 جنيه. والرامات اللي معانا في التجميع وهي رامات 8 جيجا دي دي ار 4، والرامات دي كفايه دلوقتي لمعظم الالعاب الخفيفه والمتوسطه، بس في المستقبل هتحتاج طبعا تزود 16 جيجا لو تشتغل عليها مونتاج. وكمان لو ناوي تشتغل على برامج تقيله او العاب تقيله زي وور زون او ريفت او حتى لوميون، ساعتها برضه هيبقى ضروري انك تزودها ل 16 جيجا. سعر الرامات 8 جيجا دلوقتي عامله حوالي 400 جنيه، و16 جيجا ممكن تلاقيها في حوالي 850 جنيه مستعمل. ونصيحه شخصيه حاول تزود الرامات على طول بعد لما تشتري التجميعه، لانك هتحس بالفرق على طول في الفريمات في الالعاب التقيله او حتى الخفيفه. والتخزين بقى انا جبت اس اس دي 120 جيجا للويندوز والبرامج. طبعا ال 120 جيجا مش كفايه دلوقتي خالص، بس هيفرق معاك في سرعه تشغيل البرامج. ولو تقدر زود عليه اتش دي 500 جيجا او 1 تيرا، ده للالعاب بقى والفيديوهات وكده. وال 120 جيجا اس اس دي هتلاقيها عامله حوالي 600 جنيه مستعمله، والهارد الاتش دي ال 1 تيرا هتلاقيه عامل حوالي 1000 جنيه. ونيجي بقى لكارت الشاشه، وانسب كارت شاشه لقيته لتجميعتنا ده وهو الار اكس 580 8 جيجا نسخه السابفاير. الكارت ده بيقدم لك اداء ممتاز على جوده 1080 بي، وتقدر تشغل عليه العاب زي جي تي اي في على الترا بكل اريحيه، وبابجي على هاي، وفورتنايت على هاي، وكمان اساسن كريد اوريجين على ميديوم. وممكن كمان تشغل سايبر بانك ميديوم بالعافيه، بس طبعا له هتبقى افضل. طبعا النسخه دي مش اقوى نسخه من كارت الار اكس 580، بس هي كفايه جدا لالعاب 2022 و2023 وشويه العاب 2024 بس لو ظبطت الاعدادات. سعر الكارت ده دلوقتي حوالي من 3700 ل 4200 جنيه مستعمل، طبعا على حسب حاله الكارت. ونيجي بقى للكيس. الكيس انا اخترت افضل كيس لتجميعتنا وبرده مناسبه للميزانيه، وهي النايت ارمور جيمنج 2. الكيس دي شكلها جميل وتهويتها مقبوله، فيها كمان مروحتين ار جي بي وكويسه للتجميعات الاقتصاديه، بس طبعا مش احترافيه جدا. والباور هنا بيجي مدمج مع الكيس 500 واط، وطبعا الماركه الباور يعني كويسه، هي مش وحشه ومش حلوه في نفس الوقت، بس يعني هتمشي معاك الغرض. بس لو ناوي تضيف كروت شاشه اقوى او تطور الجهاز في المستقبل فيفضل انك تشتري باور اصلي من براند معروف زي كولر ماستر او سيرمالتيك. سعر الكيس والباور مع بعض هيكونوا عاملين حوالي 1300 جنيه. Wait, what's this? He just killed someone! Taban, I need to flee. Comes the punchline!
Get out of here, you little shits. Finally. Jesus. Oh shit. What? I'm feeling the pressure. Strap in. Welcome to Lakeshore. You have to be this tall to ride. I got this. I'm doing this. I'm literally doing this right now. That's it. Keep up with them. Really come out swinging today, and now we've got our first elimination. It's a good one time. You're right. Who will rise to the occasion? We've hit our first team wipe, and it's a shot.
بقى للتطويرات اللي ممكن تعملها في التجميعه دي. التجميعه دي ممكن تحدث فيها شويه حاجات، زي انك تقدر تحدث الرامات لحد 16 جيجا. ده طبعا هيفرق معاك في الاداء جدا، وهتلاحظ فرق في الفريمات في الالعاب. تقدر كمان تركب هارد زياده، بس كان بقى لو هتركب اس اس دي، ويفضل طبعا انك لو معاك فلوس تجيب اس اس دي، بس طبعا لو معاكش ممكن تريح دماغك وتجيب اتش دي دي 500 جيجا او 1 تيرا، ده تخليه سيتابات البرامج الالعاب وكده يعني. ومع الاسف صعب انك تحدث المعالج لانه من الجيل السادس، ويعتبر البورده دي هي شايله احدث بورد عليه اللي احنا حاطينه فعليا. اما بقى كروت الشاشه، انت تقدر تحدث لكروت شاشه عاليه، بس لازم انك تغير الباور الاول. ومن الكروت اللي تقدر تطورها في التجميع وهو الجي تي اكس 1660 سوبر. كارت طبعا ممتاز، وتلاقي سعره في المتوسط عامل من 6000 ل 6500 جنيه. تاني كارت هو الار تي اكس 2060. طبعا الكارت ده برضه مش هكلمك عنه، بس هتضطر انك تطور الشاشه عشان تقدر تشغله عليه يعني تستفاد يعني من الاداء وكده. الكارت هتلاقي سعره عامل من 6500 ل 7500 جنيه في المستعمل. ودي كده كل قطع التجميع. تعال بقى نشوف لو معاك 10000 جنيه تقدر تجمع بيهم ايه تجميع تانية. واول تجميع انك تقدر تجيب كومبو جي تي اكس 1650 مع الرايزن 5 3600، والكومبو ده محترم جدا وطبعا مستعمل، وهيمشي معاك الغرض في الالعاب وهيبقى كويس جدا كمان. تاني تجميع هو انك تجيب الجي تي اكس 1050 تي اي مع الاي 3 10100 اف، وبرده الكومبو ده مستعمل وبرده هيبقى جامد جدا في الالعاب. فالخلاصه استخدامك الاساسي هو الجيمز، ميزانيتك حوالي 10000 جنيه، التجميعه دي تعتبر صفقه كويسه جدا. وبس كده، ودي كده كل حاجه في فيديو النهارده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصل ل 20000 اخ واخت على القناه في اقرب وقت. ولو حابب تشترك في سلسله سيت اب المتابعين هتلاقي فيديو شرح الاشتراك في الوصف. بس كده، اشوفك فيديو جديد، يلا سلام.